اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعادة والهنا، مساء الخير، مساء الجمال والسعادة والهنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كبدة. هي مش كبدة اسكندراني لأن الكبدة الاسكندراني مش بتحط لها بصل. هنعملها النهاردة بالبصل والثوم مع بعض والفلفل الألوان والفلفل الحامي الجبار ده، وبطريقة هتعجبكم جدا. لو ما بتعملوهاش بالطريقة دي جربوها هتعجبكم. معانا النهارده مقاديرنا سهله وبسيطه ومش هقول رخيصه لان ما بقتش فيه حاجه رخيصه. معانا كبده ومعانا بصل ومعانا فلفل ومعانا توم، وطبعا التوابل ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون. دي التوابل بس اللي تتحط يا جماعه على الكبده، اي توابل تاني لا. خليكم معايا وهوريكم هنعمل ايه. هنسمي الله ونبدا. ما تنسونيش بالله عليكم في الاشتراك واللايك، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. ودعواتكم يا جماعة طلاب الثانوية العامة، دعواتكم لطلاب الثانوية العامة، أمانة عليكم. دعواتكم لطلاب الثانوية العامة، ربنا يسهل لهم كل صعب ويفتح لهم كل طريق مسدود يا رب يا رب، ويفتح بصيرتهم يا رب ويسهل لهم كل صعب. يلا خليكم معايا نسمي الله ونبدأ. ونسمي الله ونبدأ. معايا كيلو من الكبده، ومعايا شويه فلفل احمر متقطعين وفلفل اخضر. ده رومي، فلفل رومي على فكره، مش حامي. الفلفل الحامي اهو، فلفل حامي اختياري مش اجباري. ومعايا شويه بصل متقطعين. تمام. انا هعمل ايه الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على الكبده هحط توم وهحط كمون، هحط كزبره. توابل الكبده يا جماعه كمون وكزبره وفلفل اسود بس، اي حاجه تاني ما تتحطش على الكبده، اي حاجه تاني لا. حطيت توم وحطيت كمون وكزبره وفلفل اسود. هعصر كمان ليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليمونه ايه، صغيره مش كبيره. انا بشتغل بايدي يا جماعه، انا غاسله ايدي كويس. اكيد محدش هيعمل اكل لاولاده وهو مش غاسل ايده. اقلب بقى كل ده ببعضه واسيبه ساعه ساعتين، من بالليل نص ساعه. اسيبه لما الكبده تتشرب من التتبيله كلها. تتبيله مش معجزه يعني، تتبيله سهله جدا بس بتدي طعم وريحه للكبده ملهاش حل. انا بقلب بشوكه يا جماعه، الشوكه مش بتهري الكبده. ريحه الكبده والله ريحتها تتاكل نيه. انا هسيبها، احطها في التلاجة واسيبها ساعتين 3 قبل ما اجي اعمل الاكل على طول. هروح اعملها الكبده. كده احنا عارفين كلنا هي مش بتاخد سوا. بذره ليمونه. احنا عارفين ان الكبده مش بتاخد سوا، عشان كل ما تاخد سوا على النار تشد معاكي زي الجمبري كده، بتبقى عامله زي اللبانه كده وبتسود لما بنديها سوا كتير. فانا هسيب الكبده في التتبيله دي واحطها في التلاجة ساعه ولا ساعتين ونرجع لكم تاني. خليكم معايا. تبلت الكبده سبتها 3 4 ساعات، مش ساعتين بس. معايا البصل المتقطع، ومعايا طاسه صينيه حله المتوفر عندك، في شويه زيت، معلقه سمنه، معلقه ليا. بصوا هنزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا اقلب فيه. انا مش عايزه البصل يتحمر، انا يدوب هشوحه، هخليه يدبل معايا بس. الكبده ما بتتعملش ببصل، بتتعمل بتوم. فعلا ما بتتعملش ببصل، بتتعمل بتوم بس. انا عيالي بيحبوها ببصل، احنا بنحبها ببصل. وطبعا هي اساس الكبده التوم، بس برضو بحط عليها توم. بس الطريقه دي هتعجبكم جدا، لو ما بتعملوهاش جربوها هتعجبكم قوي. انا هفضل اشوح في البصله كده لحد ما تصفر معايا وتدبل، وهقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا. انا عملت البصل ازاي.
وسعت له مكان عشان انزل بالكبده. انزل بالكبده بقى في النص عشان انا مش عايزه الكبده تنزل اي ميه. طبعا الصينيه سخنه مولعه، الزيت في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الطشه دي انا بقى عايزه الطشه دي، اول ما الطشه دي اسمعها اعرف ان الكبده مش هتنزل اي ميه. انا مش هقلب، انا هسيبها بس كده، مش هقلب. هتاخد لون من تحت وارجع اقلبها على الناحيه التانيه بس. كبده خدت وش من تحت وانا قلبتها اهي، ما نزلتش اي ميتها ولا حاجه. طبعا الكبده اول ما تنزل كده الفلفل الاسود على طول، اول ما تنزل فلفل اسود على طول. عشان لو في لا قدر الله اي زفاره، بس انا غسلها كويس والله. وشويه الكمون وشويه الكزبره. دي توابل الكبده يا امارات، كمون وكزبره وفلفل اسود. غير كده ما تحطيش للكبده اي حاجه. هقلبها بقى كلها في بعضها. الريحه مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم على الريحه عامله ازاي. في الوقت ده هوسع في النص كده واعمل ايه، حته تومه. حته تومه. واوريكم بقى هعمل ايه. حركه بقى ما بيعملوهاش الا ايه بتوع عربيات الكبده. طبعا التومه هتحمر معايا. التومه تاخد معايا لون بسيط. انا مش عايزه لون يحمر زي الملوخيه كده، لا انا عايزه لون بسيط بس. بصوا بقى الحركه الجنان دي بقى. بصوا بقى، شايفين؟ بسم الله. طبعا فص الثوم مش قادره اقول لكم الدخان عمل على ايدي ازاي، النار عملت على ايدي ازاي لما حطيت الخل. هقلبها بقى كلها ببعضها. معلقتين الخل دول، معلقتين مش كتير، انا مش بحط خل على اي حاجه، بس الكبده لازم عشان الريحه يا جماعه. كل ده احنا ما حطيناش ملح خالص، خليكم فاكرين معايا. بس مش قادره اقول لكم على الريحه عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، فلفل احمر، فلفل رومي، فلفل اخضر. معلش الاضاءه فصلت مني. هقلبهم كويس في بعض. خلاص هي كده استوت، هي كده الكبده استوت معايا. واحنا بنحب الفلفل ني كده فيه تكه بتقرش، يعني مش بنسويه يهري خالص. ما تنسونيش بالله عليكم في الاشتراك واللايك، ودعوه حلوه منكم، ودعوه حلوه لطلاب الثانويه العامه يا جماعه. ابني في ثانويه عامه، بالله عليكم دعوه حلوه. هيبداوا امتحانات خلاص اهو، ربنا معاهم جميعا يا رب. مش قادره بقى اقول لكم على الريحه واللون عامل ازاي.
قلبتها كلها ببعضها، هي خلاص كده استوت تقريبا، لان الكبده مش بتاخد سوا. بس حطينا الملح. بسم الله. خلوهاش تنشف يا جماعه، خلوها كده جوسي، فيها شويه الصوص البسيط ده. فينو بقى، سندوتشات، عيش بلدي وتغمسي، عيش بلدي وسندوتشات، طحينه، سلطه بلدي، اي حاجه اي حاجه تمشي جنب الكبده. تحفه، والملح مظبوط. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. خلاص كده انا هطفي عليها وهغرفها واوريها لكم. غرفنا الكبده، بصوا البخار عامل ازاي، شايفين البخار؟ مش قادره اقول لكم بقى على جمالها وريحتها. تحفه والله العظيم، تحفه بجد. لو مش بتعملوها بالطريقه دي اعملوها وجربوها، مش هتندموا، هتعجبكم جدا. طبعا القرن الجبار ده هيتوفاه الله دلوقتي، هاكله وانا باكل الكبده. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، وفعلوا الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. قوموا الصبح بدري اول يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين، اعملوا شويه كبده زي دول، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بصل من غير بصل، توم من غير توم، كل حاجه شغاله، المتاح عندك اعمليه. مفيش اجبار على حاجه، وكلها اراء. يعجبك ببصل اعمليه، يعجبك بتوم اعمليه، تحطي فلفل ما تحطيش فلفل، مفيش اجبار على حاجه. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك بالله عليكم، ودعوه حلوه منكم. دمتم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.